فيلمنا بيبدأ مع ليزا واللي بتكون صماء وشغالة عاملة نظافة في مركز أبحاث علمية، وعايشة في قاعة سينما وجنبها جايلز جارها اللي شغال رسام. وجايلز ده بيكون عايش لوحده وما عندوش حد يهتم بيه غيرها، وبيكون وقت شغلها بيبدأ الساعة 12 بالليل. وبتبقى ليزا بقى شخصية بسيطة وفي حالها، وملهاش زمايل في الشغل غير واحدة بس اسمها زلدا. وفي يوم من الأيام بتلاقي إن المعمل بتاعها مسؤول عن تجربة مهمة وحساسة جدا، وبتشوف هنا صندوق حديد قدامها مليان مية، ولما تقرب منه بتلاقي إن جواه كائن زي حورية البحر لكن حجمها أضخم شوية. وساعتها بيطلب منها تخرج بره المختبر وتنظف في وقت تاني، وبتروح بعدها تنظف الحمام هي وزلدا. وبيدخل هنا المسؤول عن أمن المعمل اللي موجود فيه الصندوق الحديد، وبيكون معاه عصاية في آخرها صاعق كهربائي. وبعد ما يخلص بتلاحظ ليزا إن في دم على الحوض نازل من الصاعق، بس هما بيكملوا تنظيف عادي لحد ما بيسمعوا صوت ضرب النار خارج من المختبر. وبعدها بيظهر ستريكلاند وهو مجروح في ايده ونزف كمية دم كبيرة. وبعدها بيقول لليزا وزلدا ان هم ينظفوا المختبر بسرعة من الدم علشان يستمروا في تجربتهم. وليزا هنا بتاخد بالها ان في مخلوق شبه البشر وعايش في المية بيبص لها. وبعد ما تخلص تنظيف بتخرج بره المختبر، ولما تخلص شغلها بترجع بيتها وبتحكي بقى لجايلز على كل اللي حصل. فبيقول لها ان اللي شافته ده ممكن يكون حورية البحر، بس ليزا بتبقى واثقة ان هو مخلوق غريب تاني. وتاني يوم بتروح الشغل وهي معاها فطارها كالعادة، وبتدخل بقى المختبر علشان تشوف المخلوق ده تاني. وبتطلع بعد كده بيضة وبتقشرها علشان تسيبها للمخلوق ياكلها. وساعتها بيظهر قدامها لأول مرة وهو متسلسل، فبتقوله بقى ان ده اكل بلغة الاشارة. وهو بعدها بياخد البيضة وبيغطس تاني تحت المية. بعدها بتعرف ان ستريكلاند طالبها هي وزلدا في مكتبه، وبيشرح لهم بقى ان هم بيعملوا تجربة سرية في المختبر، ومش مسموح لهم ان هم يتكلموا مع حد عن اللي هيشوفوه ولا حتى يتعاطفوا مع الكائن ده لانه مش انسان. والمخلوق ده خطير جدا لدرجة انه كان هياكل صوابع ايده، وبعد ما يديهم الاوامر بيأمرهم بالانصراف. والمخلوق هنا بيكون اكل البيضة وبيقلد لغة الاشارة بتاعت ليزا. وليزا بحكم شغلها بتقدر ان هي تقضي وقت طويل مع الكائن ده، فبتبدأ بقى تشوفه كل يوم وبتسمعه موسيقى وبتفطر معاه. والمخلوق فعلا بدأ يرتبط بيها اكتر. لكن بيظهر هنا دكتور اسمه ديمتري وبيشوف التواصل بين ليزا والكائن ده. وديمتري بيكون جاسوس لمنظمة بتخطط لخطف الكائن من المعمل. وفي يوم بتطلع ليزا هدوم الدكاترة وبتحطها في عربية المغسلة، وبتلاقي ان زمايلها بيطلبوا منها تدخن معاهم، وبيطمنوها بقى ان الكاميرا مش جايبة المكان اللي هم واقفين فيه. فبيجيلها ساعتها فكرة وبتفكر ان هي تهرب الكائن ده من المعمل. وبعدها بتروح المختبر علشان تدي المخلوق الفطار زي كل يوم. بتلاقيه ساعتها متكتف بره المية وبينزف بسبب التعذيب. وبتشوف هنا ستريكلاند وهو داخل على الكائن وبيعذبه بالعصاية الكهربائية بتاعته. بيفضل على كده لحد ما بيجي الجنرال علشان يشوف المخلوق لأول مرة. وليزا هنا بتسمع ان هم عايزين يراودوه علشان يحولوه لصالحهم في اي حرب يدخلوها، ولو ما قدروش يراودوه ساعتها ممكن يشرحوه ويستفادوا من التجارب عليه بدون رحمة. لكن ديمتري هو الوحيد اللي بيدافع عنه، وبيترجى الجنرال بقى ان هو يسمح لهم بنقل الكائن للمية من تاني علشان يقدر يسترد صحته والجروح اللي في جسمه دي تلتئم تاني. وبيقول الجنرال ان ما ينفعش المخلوق ده يتقتل ولا يتشرح ابدا. وبعدها بيروحوا كلهم مكتب ستريكلاند علشان يتناقشوا في مصير المخلوق. وليزا بقى بتكون وراهم علشان تعرف هيحصل ايه. وهي هنا بتفهم من تعبير وشاشهم ان المخلوق ده هيتقتل وهيتم تشريحه زي ما ستريكلاند عايز. وليزا بعدها بتجري على جارها جايلز علشان تحكي له اللي حصل، وبتقول له بقى ان هم لازم ينقذوه باي طريقه لانها متعاطفه معاه جدا ومش هينفع تسيبه يموت. لكن جايلز بيرفض انه يساعدها وبيقول لها ان هو ما يقدرش يتعدى القانون، وهو بيسيبها ويروح علشان يقدم الرسمه بتاعته للشركه اللي بيتعامل معاها. لكنه بقى بيلاقي صاحب الشركة بيتهرب منه علشان ما ياخدش منه لوحات تاني. فبيرجع البيت وهو محبط وبيقول لليزا ان هي صديقته الوحيدة ومستعد انه يساعدها. وديمتري هنا بيحاول يكلم الجماعة الخاصة بتهريب المخلوق من المعمل قبل ما يقتلوه، لكنهم بقى بيرفضوا بسبب عدم توفر الإمكانيات حاليا. وبيقولوا له إنه لو عايز ينقذ المخلوق فعلا يبقى عن طريق حقنة سم وينهوا حياته قبل العذاب اللي هيشوفه. وبعدها بيدوا لديمتري صندوق صغير قادر ان هو يعمل موجة كهرومغناطيسية بسيطة هتفصل الكاميرات والابواب لمدة 10 دقايق لحد بقى ما يقتلوا المخلوق ده من غير ما حد يشوفه. لكنه ساعتها بيرفض انه يقتل كائن بريء وبيسيبهم ويمشي. وساعتها بيكون ستريكلاند بيشتري عربية جديدة احدث موديل وبيروح بيها المختبر وهو فرحان جدا. وليزا ساعتها بتخطط علشان تهرب المخلوق من المكان، وبتخلي جايلز يزور كارنيه العامل المغسلة علشان يقدر يدخل بيه المختبر. وليزا هنا بتكون قدرت انها تحرك
بتحرك الكاميرات بتاعة المكان بعيد عن أماكن المراقبة. وديمتري هنا بيكون واخد باله وعارف إن ليزا بتخطط لحاجة، ولما كل الموجودين يمشوا بيستناها في المختبر وبيواجهها إن هي عايزة تنقذ الكائن زي ما هو برضه عايز ينقذه. وبعدها بيديها مفاتيح السلاسل اللي متسلسل بيها الكائن علشان يساعدها في تحريره. وبعدها بيديها أكياس ملح معينة علشان تحافظ على بيئة المية اللي هيقعد فيها المخلوق. وبعد ما يحطوه في عربية الغسيل بيتحركوا بيه على مخرج السيارات. وديمتري بعدها بيروح علشان يحط صندوق الانفجار جنب كابينة الكهرباء علشان يفصل الكهرباء عن المكان لحد ما يهربوا بالكائن. وجايلز هنا بيكون عند مدخل المعمل وبيستلم الكارنيه اللي هو مزوره للأمن علشان يسمحوا له بالدخول. لكن ستريكلاند هنا بيشوف من كاميرات المراقبة إن عربية الغسيل جاية في غير ميعادها، فبيشك في الموضوع وبعدها بيروح المختبر. وفي نفس الوقت ده الأمن بيلاقي إن حبر الكارنيه بيطلع في إيديهم، وبيفهموا طبعا إن هو مزور. وفي نفس اللحظة دي بتنفجر القنبلة في الكابينة وبتتفصل الكهرباء عن المكان كله. وبيظهر ديمتري هنا ورا فرد الأمن وبيديله مخدر علشان يقدر يخلي جايلز يدخل بالعربية. وساعتها زلدا اكتشفت إن ليزا صاحبتها اتأخرت عن ميعاد مروحها، ولما تقابلها هنا عند مخرج العربيات وفي إيديها عربية الغسيل بتفهم إن فيها الكائن، وبتضطر بقى تساعدها علشان هي بتحبها. فبيقدروا بعدها إن هم يحطوا الكائن في العربية وبيهربوا من المكان قبل الأمن ما يقبض عليهم. ولما يوصلوا لبيت ليزا بيحطوا الكائن في البانيو اللي مليان مية علشان قرب يموت خلاص. والموضوع كده لحد دلوقتي بيكون تم من غير ما الشرطة تكتشف مين الفاعل بسبب إن الكاميرات كانت متعطلة. وليزا بعدها بتقرر إن هي تحرره وقت ما القناة تتملي ومنسوب المية يعلى، وساعتها طريقه يبقى مفتوح للمحيط. وتاني يوم لما يجي ليزا وزلدا بيروحوا الشغل تاني كأن مفيش أي حاجة حصلت. ساعتها بيلاقي المختبر مقلوب وأفراد الجيش بيفتشوا كل الموجودين، ولما يتم التحقيق مع عمال النظافة مش بيوصلوا لحاجة، وده لأن زلدا دايما بتمضي ليزا وقت خروجها، فبيكون متسجل بقى إن هما مشوا مع العمال وما عليهمش أي شك. جايلز بقى في الوقت ده بيكون هو اللي بيهتم بالكائن لحد ما بينام من كتر تعبه، لكنه مرة واحدة بيصحى وهو بيتفاجئ إن المخلوق بياكل قطته. ولما جايلز يجري عليه علشان ينقذ قطته ساعتها الكائن بيهجم عليه وبيجرحه في ايده، وبعدها بيهرب بره البيت. فبيتصل بعدها بليزا وبيقول لها تيجي بسرعه علشان تدور عليه في المكان. ساعتها بتلاقيه في قاعه السينما واقف قدام الشاشه منبهر بالاضاءه، وبسبب ان علاقتهم كويسه ببعض بتقدر ان هي ترجعه تاني لشقتها. ولما تقعد تعالج جايلز ساعتها الكائن بيجي بيحط ايده على الجرح وبيبدا جسمه ينور كانه بيخفف الم الجرح عن جايلز. وبعدها بيروح جايلز لشقته وبيسيب الكائن مع ليزا. هما ساعتها بيكونوا في الحمام وبيحصل بينهم علاقة، وساعتها ليزا بتكون مبسوطة جدا من اللي حصل. ولما يجي تاني يوم بيكتشف جايلز ان جرحه اختفى تماما، وبيعرف ان المخلوق ده عنده قدرة شفاء عالية، فبترجى ليزا بعدها ان هما يحتفظوا بيه شوية. لكن وقت المطر بيكون جه والقناة اللي بتوصل للمحيط بدأت ان هي تتملي، وبنشوف هنا ان حالة الكائن بتسوء اكتر، فبيحاولوا يتواصلوا مع ديمتري اللي بيجهز نفسه علشان يهرب من المنطقة بمساعدة الناس اللي شغالين معاه، واللي بيتفقوا معاه ان هما يقابلوه في مكان محدد علشان ياخدوه ويهربوا. واثناء هروب ديمتري من شقته بيكون ستريكلاند شاكك فيه، ولما يراقبه بيشوف جماعة ديمتري بيغدروا بيه وبيضربوا عليه النار، فبيطلع من عربيته بيقتلهم هما علشان يقدر يعذب ديمتري ويخليه يعترف هو مخبي الكائن فين. وبعد دقايق بيعترف ديمتري على زلدا وليزا ان هما اللي خدوا الكائن، فبيتحرك ستريكلاند على طول على بيت زلدا وبيجبرها تعترف بمكان ليزا، وبيتأكد منها بعد كده انه عندها. بس زلدا بتقدر تحذر ليزا قبل ما يجيلها ستريكلاند، وساعتها ليزا بتاخد الكائن وبتجري بيه على القناة علشان تحرره. بس ستريكلاند بيقدر انه يعرف مكانهم بسبب ان ليزا كاتبه مكان القناة على النتيجة اللي في بيتها، واول ما يشوفهم بيضرب ليزا والكائن كمان بالرصاص. وساعتها جايلز بيجي يضربه على راسه بالحديدة، وبيروح بعدها يشوف ليزا وهي مرمية على الارض وبتموت، وبيبان بقى ان المخلوق قادر يشفي جسمه وبيقوم من على الارض. وساعتها بيذبح ستريكلاند بضوافره. بعد كده بيرجع لليزا وبيشيلها وبينزل بيها المية، وساعتها بيقدر يعالجها وبيخليها كمان تقدر تتنفس تحت المية علشان تفضل عايشة معاه بقية حياته. ولحد هنا بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع على كلمتين وتقول في الكومنتات عايز فيلم المرة الجاية.